السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتنا المتواضعة وصفات على قد الايد. قبل ما هنبدأ الفيديو هنصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. دي بقى التانية يا ام حسام، احنا عملنا معاكم الفيديو اللي فات فيديو البيتزا. فاض معايا عجينة مش هرميها طبعا، فانا رحت حطها في التلاجة. ممكن تعملها في التلاجة، تعينها في التلاجة من تحت في كيس، وتقوم الصبح مثلا قبل ما عيالك يروحوا المدرسة تروحي عاملاها. عملنا معاكم كده فطاير جميلة ولذيذة، شوفوا منظرها. ممكن تحشيها بأي حشوة زي ما قلت لك، العجينة اللي أنا عاملاها لك ممكن تحشيها بأي حشوة، وطرية جدا وهشة. يعني هنعمل لكم وصفة بقى بالفطاير الجميلة ديت، تعملها الصبح كده لأولادك وهم رايحين المدرسة، لجوزك وهو رايح الشغل، ياخد كده معاه واحدة أو اتنين مع كوباية شاي. هقول لكم بقى احنا عملناها ازاي، بحاجات بسيطة خالص، ونفس العجينة بتاعت البيتزا اللي احنا كنا عاملينها. ما نرميش العجينة، خلاص ما عادش معانا عجينة. هنعمل بقى الفطاير اللي انا عاملاها لكم ديت، وقلت لكم ممكن تحشيها اي حاجة انت عاوزاها الموجودة عندك في البيت، هتحشيها بقى. هنسمي بالله بقى كده ونخش على طول على الفيديو، اقول لكم احنا عملنا ايه في الفطاير بتاعتنا ديت. بقى تعملنا ايه؟ انا كان عندي زيتون وحطيت فلفل اخضر، بلاش طماطم، يعني اذا كان جوزك هياخدها معاه الشغل او اولادك هياخدوها معاه المدرسه فبلاش طماطم، عشان الحاجات دي ممكن تحمض معاهم. معايا فلفل ومعايا زيتون قطعته مكعبات كده صغيره، ومعايا هنا جبنه فيتا، جبنه بيضه، جبنه قريش، اي جبنه موجوده عندك هتعمليها، او جبنه موتزاريلا. بس انا الجبنه الموتزاريلا مش هحطها في قلبها، هحطها بره على الوش، وهتشوفوا انا هعملها ازاي. يا رب كده الفيديوهات تكون بتنال اعجابكم، ويكون احنا دايما عند حسن ظنكم. هنعملهم كده مع بعض ونقلبهم مع بعض تقليبه حلوه كده عشان نحشي بهم الفطاير بتاعتي. العجينه زي ما قلت لكم، عجينه اللي انا كنت عاملاها بتاعت البيتزا بتاعت الفيديو اللي فات. تعملي منها اي معجنات عاوزه بقى تحشيها، ممكن تحشيها شوكولاته، ممكن تحشيها نوتيلا، ممكن تحشيها اي حشوه انت بتحبيها. فالعجينه بتاعتي جاهزه معايا اهي، ومعايا الصينيه اللي انا هحطها فيها. ممكن تدهنها دهنه زيت، او لو انت عندك ورق زبده حط ورق زبده، بس دهنه الزيت بتغني يعني عن اي حاجه انت عاوزاها. هجيب بقى العجينه بتاعتي اهي، بسم الله. هناخد بقى، عاوزه تعمليها بقى صغيره، عاوزه تعمليها كبيره، براحتك اللي انت عاوزاه. فانا كنت عاملاها يعني وسط، يعني مش كبيره قوي. هنعمل اهوت بتاخدوا حته عجينه كده، وبتروحي جايه حاطه فيها الجبنه بتاعتك او الحشوه، اي حشوه انت حباها تحطها في قلبها. يا رب كده يكون احنا عند حسن ظنكم. واعملي لي بقى لايك وكومنت حلو، اللي وصل معايا هنا للفيديو يعمل لي لايك واعمل لي كومنت حلو. العجينة اللي بتفضل منك تاني ممكن تحطها في التلاجة، بتطلعي في اي وقت العجينة بتبقى جاهزة، بتحطي عليها عجينة بيتزا، عجينة غيره، بتحطي عليها حاجات البيتزا، بتحطي عليها اي معجنات وبتعمليه. احنا حطينا جواها الحشوة اهيت، هنبططها بس يعني حاجة بسيطة علشان الحشوة تتفرد في قلبها، وهترصها في قلب الصينية بتاعتك. هنعمل بقى الكميات بتاعتنا اللي انت حباها، كتيرة قليلة، هنعملها وهنرجع لكم تاني. هنوريكم احنا هنحط عليها ايه. ممكن تسيباها سادة، وممكن تحطي عليها زي ما انا هعمل كده. كان فاضل معايا برضو حتة عجينة، عملت صينية بيتزا كده كمان معاهم. انا عملت الفطاير بتاعتي اهيت، او المعجنات او القرص، سميها زي ما تسميها، او سميها المسمى اللي انت بتحبيه. هنحط بقى عليها ايه؟ شوفوا شكلها ما شاء الله حلوة. العجينة ما بيجرالهاش اي حاجة، مش هتبوظ، مش هيجرالها اي حاجة، ما هتقوليش مثلا الخميرة هتفسد في قلبها او حاجة، لا بتفضل معاكي كويس. انا بقى رحت جاية متكية عليها كده من النص، عامله لها حفرة كده صغيرة علشان اعرف اللي بياكل اللي احنا حاطين في قلبها ايه. فضل معايا زيتون، وفضل معايا فلفل. هحط هنا على الوش شوية جبنة موتزاريلا اهوت. فضل معايا جبنه موتزاريلا، هحط على الوش كده شويه جبنه موتزاريلا بتدي لها شكل. وعلى فكره انا ما دهنتهاش اي حاجه، ولا بيض ولا. عندك لبن ادهنها شويه لبن، عندك بيض ادهنها بيض لو انت بتحبي البيض، بس انا ما بحبش البيض ادهنه في المعجنات. ابسط الامور خالص، بتجيبي معلقتين سكر ومعلقه ميه تدوبوهم في بعض، وتروحي دهنه الوش بتاعها، بيديلك اللون احسن من البيض. البيض انا الصراحه بحس به في يعني اللي هو زفر شويه يعني، فما بدهنوش.
ورحت جايبه بقى الزيتون حاطه على الوش كده زيتون علشان اعرف اللي فيها زيتون. ممكن ما تحطيش الجبنه الموتزاريلا وممكن ما تحطيش الزيتون والحاجات ديت، وتدهني وشها بس حاجه بسيطه كده من اللبن، وتحطي عليها حبه البركه، تحطي عليها سمسم، تحطي عليها اي حاجه انت عاوزاها من فوق. وممكن فعلا تعمليها زي البيتزا وتحطي فوقها طماطم زي الميني بيتزا، بس ديت محشيه من جوه. يعني بتحشيها اي حاجه. حلاوه العجينه اللي معانا اللي انت ممكن تحشيها باي حاجه انت محتاجه، بابسط الامور خالص. ممكن تحشيها شويه سكر لو اولادك بيحبوا السكر، او ممكن تحشيها سكر وقرف، او ممكن تحشيها عجوه. يعني شوفوا كم اقتراح من العجينه اللي فضلت معانا، اللي انا كنت عاملاها لكم بتاعه الفيديو اللي فات. يعني احنا عندنا ما فيش حاجه بتترمي. هحط بقى على الجبن على البيتزا التانية شويه جبنه موتزاريلا اللي فاضيه معايا. شوفوا بقى المنظر بتاعها بعد ما طلعت من الفرن، ما دهنتش وشها اي حاجه. شوفوا شكلها الارضيه بتاعتها من تحت، وشوفوا من فوق. هفتح لكم بقى واحده علشان تشوفوا شكلها ايه من جوه. ما شاء الله ما شاء الله، شكلها تفتح النفس، والاولاد فرحوا بيها. بتعملها الصبح ما بتاخدش منك حاجه على ما اولادك يلبسوا. هتلاقيها خدت ما تاخدش معاك وقت في الفرن. بتحطها في ساعتها بيكون استوت. شوفوا منظرها. يعني بألف صحة يا رب لكل اللي هيشوفها، وألف صحة يا رب لكل اللي كل منها. شوفوا، ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديا ويحسن ما بين ايديكم. يا رب كده الفيديوهات اللي احنا بنعملها تكون بتنال اعجابكم، ويكون احنا دايما عند حسن ظنكم. و... واللي لسه جديد معانا في القناة او لسه بيشوفنا لأول مرة وما عملش اشتراك، يعمل معانا اشتراك ويفعل زر الجرس عشان اول ما نعمل فيديوهات جديدة يوصلوا الاشعار بتاعنا. واللي موجود معانا يعمل لنا لايك ويعمل لنا كومنت حلو ويشجعنا، علشان دي اسرتنا الصغيرة اللي احنا بنفرح بيها وبنشجع بيها معاكم. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معاكم على قد الإيد مع أم حسام. سلام.